بدأت أم مكة عملها بائعة فسيخ وسردين في منزلها برأس مال بسيط لم يتجاوز 500 جنيه، ثم انتقلت بشكل تدريجي لبيع عبر الإنترنت. وأكسب ظهور أم مكة على تيك توك شهرة واسعة، وارتفعت أرباحها اليومية إلى ما بين 100 و150 ألف جنيه، فضلا عن امتلاكها سيارة فاخرة وأصولا مالية ملحوظة. قبل الشهرة كانت أم مكة شخصية بسيطة تظهر في ملابس عادية في مقاطع فيديو قصيرة من منزلها، تظهر ملح الفسيخ وتحضره بنفسها بأسلوب محافظ وأحيانا عفوي. واجهت أم مكة تنمرا بسبب عملها ومظهرها، مثل وصف المتنمرين الفستن ترتديه بأنها ريحة الفسيخ أو أنها زفر. بعد الشهرة وتغير شكل أم مكة إلى أقرب للظهور الإعلامي، مكياج أنيق، لبس عصري، وتحركات محسوبة داخل محتواها. القبض والتداعية. جاء القبض على البلوجر أم مكة بعد مشاجرة كلامية داخل استوديو قناة الشمس أثناء تسجيل حلقة تلفزيونية مع الإعلامية على شوشة، وتم تبادل الاتهامات والتعدي اللفظي، مما دعا لإيقاف التصوير وتحويل البلاغ للشرطة. وتحفظت قوات الأمن علي أم مكة في موقع التصوير، وتم تحرير محضر رسمي، ثم نقلوها إلى مركز شرطة تابع لمدينة الإنتاج الإعلامي لاستكمال الإجراءات القانونية. وأخلت النيابة سبيلها في 1 أغسطس، لكن لا يزال التحقيق مستمرا في تهم تتعلق بنشر محتوى مسيء والتشهير والتعدي على النظام العام عبر منصات التواصل، وقد وضعت تحت التحفظ لحين استدعائها مرة أخرى. وتوضح رحلة أم مكة كيف يمكن للشهرة الرقمية أن تغير مسار الحياة بشكل جذري، من بائعة بسيطة إلى ملف إعلامي قانوني تثير غضبا وردود فعل متباينة. أما زوجها فقد حضر لدعمها، لكن اتضح أنه مطلوب بسبب قضية سابقة وتم احتجازه. القصة أثارت اهتمام الكثيرين، خاصة مع وجود بلاغات من جمهورها ومحام ضدها. معلش، هو مين لشهر الناس دي؟ أم مكة وأم بطة وأم جلمبو مش الشعب.